هتبدأ قصة فيلمنا النهاردة مع شخص اسمه ألبرتو، وكان في إيده فواتير كتير وبيفكر هيتصرف فيهم إزاي، وبيدخل عليه ابنه وكان في إيده كلب صغير وطلب من أبوه إن هو يشتري له الكلب ده من صاحبه. رد عليه أبوه وقال له إن هو هيرجعه لصاحبه وبيوعده إن هو هيجيب له واحد غيره. في الوقت ده كانت زوجة ألبرتو بنعرف إن اسمها كاتي بتحضر الأكل لجوزها ألبرتو، كانت بتاخد وصفات الأكل من كتاب كان معاها في المطبخ، وفي نفس الوقت كان عندها مروحة في المطبخ، وفجأة هوا المروحة غير الصفحة اللي كانت في الكتاب بتاع الوصفات، وده خلى كاتي تحط مكونات غلط. وبتكمل كاتي الأكل وبيدخل عليها ألبرت في المطبخ وطلب منها إنها تحاول توفر شويه في المصاريف، فحبت ان هي تاكله من الاكل اللي هي عاملاه، لكن كان واضح ان هو ما عجبوش، بس هو ما بينش ده ليها عشان ما تزعلش منه. بعد كده بيخرج البرت عشان يروح شغله، لكن كانت كاتي مستنيه وفي ايديها وجبه اكل وكانت محضراها ليه عشان ياخدها معاه. في الوقت ده كان بيكلموا ابنه تاني عشان يشتري ليه الكلب، وبيقول ليه ان جارهم عنده كلب، ووضح ليه ابوه ان جارهم بيشتغل في وزاره الماليه لكن هو ظروفه الماديه مش احسن حاجه. وابتدى البرت يتحرك بعربيته القديمه، وابتدت العربيه تطلع دخان على بيت جارهم هوبر. بعد كده بيعدي على صاحبه المحامي وبنعرف ان اسمه فريد عشان يوصله في طريقه. بعد كده البرت بيروح على المختبر اللي شغال فيه، وهناك بيعملوا اختبارات على الحيوانات عشان يعرفوا نسبة ومستوى ذكائها. اول لما وصل رمى كيس الاكل في الارض، وبعد كده راح للبطه اللي في المختبر وابتدى يتكلم معاه وبيطلب منها تستعد للاختبار. في الوقت ده كان في قرد في القفص اللي جنبه قدر ان هو ياخد كيس الاكل اللي رماه البرتو، لكن ما عجبوش الاكل وزقه ناحيه البطه، فعجب الاكل البطه لدرجه انها خلصته كله. فدخل عليه المسؤول وبيطلب منه انه يجهز الحيوانات عشان يعمل اختبار ليهم، وطلب من البرت انه يسيبه من البطه دي لانها ما فيش منها اي فايده. وبيوضح ليه البروفيسور ان اخر اختبار للبطه كانت نتيجتها سيئه، لكن البرت كان ليه راي تاني وكان عايز البطه تاخد فرصه تانية. وفعلا نجحت الحيوانات كلها في الاختبار، وطلب البروفيسور من البرت ان هو يحط البطه على اختبار سهل وبسيط، وكان عباره عن انها بتدوس على زرار اصفر عشان يفتح ليها مكان الاكل، لكن في المره الاولى داست على زرار احمر فطلع ان هو صوت الانذار. فطلب البرت من البروفيسور فرصه تانية للبطه، فداست المره دي على الزرار الازرق فطلع صوت كلب. بعد كده البطه بتقعد بتبيض بيضه، وتاكد البروفيسور بعدها ان البطه دي مفيش منها اي فايده، فطلب من البرت ياخدها مع البيت. وفي الوقت اللي هما بيتكلموا فيه دخلت البطه اوضه معالجه اشعاعيه بالغلط وبهدلت الدنيا جوه الاوضه، فخرج اللي شغال في الاوضه دي وسلم البرت البطه وطلب منه ياخدها معاه عشان ما تعملش اي مشاكل ليهم. بعد كده خد البرت البطه واداها لابنه بدل الكلب اللي كان عايزه، لكن ابنه زعل وقال لي ان هو عايز كلب مش بطه. فطلب البرت من مراته انها تتخلص من البطه وتسربها لاي حد، بس لاحظ جيمي ابن البرت ان البطه مطيعه واي مكان بيروح فيه بتجري وراه، فطلب من باباه يخليها معاه. وبعد شويه جيمي بينده على باباه عشان يلحق البطه لان هوبر كان عايز يقتلها لانها كانت بتعوم في حمام السباحه بتاعه، وابتدى كلب هوبر يجي من مكانه ويجري ورا البطه لغايه لما وقعوا في حمام السباحه. في الوقت ده البرت بيمد ايده عشان يلحق البطه لكن بيقع هو كمان في حمام السباحه. في الوقت ده كاتي شافت هوبر وهو بيضرب البرت، راحت وقعته في حمام السباحه لغايه لما البرت لحق البطه وبياخدها وطلع يجري من الكلب، فالكلب قعد يهوى عليهم ولاحظوا ان البطه بتقعد في الارض وتبيض بيضتين في نفس الوقت، وفي اخر اليوم كانت جابت 4 بيضات. بس البرت كان مستغرب من كل اللي بيحصل ده، وربط ده ان صوت الكلب هو اللي خلاها تبيض زي ما حصل عنده في المعمل. وبيطلع البرت لجنينه عشان يتخلص من البيت، وفجاه وقعت واحده واتكسرت، ولاحظ البرت ان جواها دهب. في الوقت ده كان موجود فريد صديقه وهو بيحفر في الجنينه، فساله بيعمل ايه، فتوه في الموضوع وخبى الدهب ودخل بيته. وفي اليوم التاني خد البرت البيضه المعمل عشان يتاكد انها من الدهب، وكان بيدور على اي تفسير اللي حصل ده، وسال البروفيسور اللي في المعمل سؤال غير مباشر وبيقول لي هل ممكن البيض يتحول لدهب. فاستغرب البروفيسور من كلامه، لكن رد عليه وقال له ان ممكن يحصل ده بالمعالجه الاشعاعيه، بس محدش ممكن يعرف ايه هي المكونات اللي تخلي الموضوع ده ينجح. بعد كده وصلت لالبرت نتيجه المعمل واكدت ان البيضه اللي معاها دهب، وعرف البرت ان مكونات الاكل اللي كلته البطه ودخولها اوضه الاشعاع هم السبب لتحول البيض لدهب. وفرح جدا البرت بالنتيجه وقال لفريد صاحبه على اللي حصل، لكن فريد ما صدقش الكلام ده، بس البرت كان مصمم ان هو يقنع فريد. فراحوا على البيت واتفاجئوا ان كاتي مشت البطه من البيت زي ما قال لها البرت، فطلعوا بسرعه على المكان اللي موجوده فيه البطه، فاتفاجئوا ان قدامهم مزرعه بط كبيره جدا. فالبرت افتكر ان البطه بتستجيب بسرعه لصوت هوهوه الكلب، فنزلوا الاثنين على الارض وابتدوا يقلدوا صوت الكلب، وكان شكلهم مضحك جدا. بس جيمي كان متضايق جدا لانه مش لاقي البطه بتاعته، وفتح الباب وخرج. بس بعد كده البط كله بيخرج من الباب وكان ماشي في اتجاه البحيره، وفريد حاول يلحقهم بس وقع في الميه. في الوقت ده جيمي اتحرك ناحيه العربيه وكانت البطه بتاعته بتمشي وراه، فنادى على باباه وقال له ان هو لقى البطه. فحب البرت يتاكد ان هي دي البطه بتاعتهم، وعمل لها اختبار وفضل يقلد اصوات كتير لحد ما استجابت البطه لصوت منهم وباضت بيضه. فخد البرت البيضه وكسرها قدام فريد، فلقى الذهب جوه البيضه. بعد كده رجعوا البيت وفريد ابتدى يحسب الفلوس اللي ممكن يكسبوها من البطه، وقال لالبرت انه بلاش يظهر الذهب لاي حد لحد لما يفكروا يشوفوا هيعملوا ايه، وبلغوا كمان ان هوبر جاره ما يعرفش اي حاجه عن الموضوع ده. وابتدى البرت يخبي الذهب، وطلع هو وكاتي اوضه جيمي عشان يطمنوا على البطه. فالبرت قفل الشباك وغطى كمان البطه وساب ابنه من غير ما يغطيه، فزعلت كاتي منه لانها لاحظت انه مهتم بالبطه اكتر من جيمي. وفي اليوم التاني خدت كاتي البطه من جيمي عشان ما يتاخرش ويروح مدرسته. في الوقت ده جالها تليفون من البنك بسبب الديون اللي عليهم. في اللحظه دي الكلب بتاع هوبر كان بيهوى على البطه وهي واقفه على الشباك، فراحت بيضه، فخدتها كاتي وطلعت على البنك وقالت ليهم انها عايزه تسد الديون اللي عليها، واديتهم البيضه الذهب. بس موظف البنك رفض ياخد منها البيضه وطلب منها تروح تبدلها في محلات بيع الذهب وتاخد مكانها فلوس. بعد كده رجعت كاتي على البيت ولاحظ البرت انها لابسه طقم جديد، وسالها عن مصدر الفلوس، فحكت ليه انها اتصرفت وراحت البنك عشان تسدد مديونياتهم وباعت البيضه الذهب.
في الوقت ده بيوصل فريد وعارف كل اللي حصل، وكان مع تصرف كاتي في بيع البيضه الذهب، بس حذرهم انهم ما يعرفوش حد مصدر الذهب. بس كاتي قالت لفريد والبرت انها فعلا قالت ليهم ان البطه باضت بيضه ذهب، بس ما حدش صدقها، فعرفوا ان محدش هيعرف، وده طمنهم اكتر. بعد كده بتشوف كاتي بتروح لكذا مكان لبيع الذهب عشان تقدر تبيعه لاكتر من مكان، وعشان كمان ما حدش يشك فيها. وفي وقت معين اجتمعت مجموعه من وزاره الماليه وعينوا لجنه وبيفتحوا تحقيق، وجابوا كمان محقق عشان يعرفوا مصدر الذهب ده منين. وطلب المحقق ان لازم القضيه دي تخلص بسرعه، فذكر المحقق اسامي المتهمين، وكان في الوقت ده هوبر معاهم في الاجتماع وبيقول لهم ان هم جيرانه وهو هيراقبهم كويس. بعد كده هوبر ابتدى يراقبهم ونزل يسلم على البرت، واستغرب البرت لان هوبر اول مره يكون لطيف معاه ويسلم عليه. بعد كده البرت بيروح لكاتي وبيقول ليها انه حاسس ان هوبر شاكك فيهم ولازم يخلوا بالهم كويس. وبيوصل فريد وحكى ليه البرت عن موضوع هوبر، وطلب فريد انهم لازم يخبوا البطه ومحدش يعرف مكانها، وعرفوا ان البطه مع جيمي وبيلعب مع اصحابه. في الوقت ده جيمي كان مع اصحابه في ورشتهم، وكانت البطه واقفه على بطاريه العربيه، فابتدت البطه تنور، وفضلوا على كده لغايه لما عرفوا انها ممكن تساعد في توليد الكهرباء. في الوقت ده وصل البرت وخد البطه وراح بيها على البيت، ولما وصلوا كانوا عايزين يتاكدوا ان البطه كويسه وهل لسه بتبيض دهب ولا لا. في الوقت ده هوبر كان بيراقبهم وشاف البرت وهو بيعمل اصوات للبطه عشان تستجيب ليه، وشاف البيضه الدهب اللي بيضتها البطه. بعد كده هوبر راح لجيمي وقال ليه ان هو اشترى ليه عجله عشان يلهيه عن البطه، وابتدى هوبر يعمل نفس الاصوات للبطه، لكن مش هي نفسها الاصوات اللي متعوده عليها. وفي نفس اللحظه الكلب بتاع هوبر بيهوهو وباضت البطه بيضه، لكن في اللحظه دي ظهرت كاتي وخدت منه البيضه واتهمته بالسرقه. وبنشوف كاتي بتتصل بالبرت وتقول ليه انها شاكه ان هوبر جارهم عارف عنهم حاجه، وطلبت منه انه يجي على طول. وبيروح هوبر للمحقق وشرح ليه كل حاجه عن موضوع البطه، بس اللجنه ما كانتش مصدقه الكلام ده، وطلبوا ان هم يروحوا معاه عند البرت عشان يتاكدوا. وراح المحقق لبيت البرت وطلب يشوف البطه عشان يتاكد من الكلام ده. في الوقت ده كان جيمي سامعهم وعرف ان هم عايزين ياخدوا البطه. بعد كده خد البطه ونزل من الشباك وخد العجله بتاعته وهرب. وبيعرف المحقق واللجنه اللي معاه ان جيمي هرب، وركبوا العربيه بسرعه عشان يلحقوا جيمي، وطلعوا وراهم البرت وكاتي وفريد. بس جيمي بيسيب العجله بتاعته وبيركب عربيه شايله عفش، وبينزل جيمي من العربيه وبيستخبى في صندوق زباله. في الوقت ده المحقق وصل وبيفتش العربيه، لكن اول لما وصل صاحب العربيه عرف انهم بيدوروا على بطه، وافتكر ان ده برنامج مقالب وضحك عليهم. بعد كده البطه بتهرب من ايد جيمي وجريت في نص الطريق ولبست العربيات في بعضها. في الوقت ده لقى جيمي عربيه صحابه ومشي معاهم، ولاحظ البرت وفريد ان جيمي مع اصحابه في اللحظه دي خدوا عربيه الاناره وجريوا وراه، وكان البرت متعلق فوق العربيه وهي ماشيه لحد ما وصل جيمي واصحابه جراج سيارات، ووصلوا اخر دور وابتدوا ينطوا من مكان لمكان لحد لما لقوا باب وحاولوا يفتحوه لكن ما عرفوش. لكن بيلاحظوا سلم موجود وحطوه ما بين سطحين عشان يعدوا عليه، وابتدى جيمي يعدي ومعاه البطه، وكان خايف جدا. وفجاه وقع السلم على الدور اللي تحت، لكن كان البرت وصل المكان وشاف جيمي ابنه وطلب منه انه يرجع، لكن جيمي رد عليه وقال له انهم عايزين ياخدوا منه البطه. وكان السلم ابتدى يتكسر ويقع جيمي من فوق، لكن البرت لحقه في اخر لحظه. بعد كده هوبر خد منه البطه وخدوا البرت عشان يحققوا معاه. وفي اليوم التاني بنشوف البطه جايه في عربيه ترحيلات وكانت في قفص، وكان موجود صحفيين كتير في مكان مستنيين البطه. ودخلت المحكمه وابتدى هوبر يعمل الاصوات للبطه لكن بدون استجابه من البطه لان طريقته غلط. بس البرت كان موجود وقلد الاصوات للبطه واستجابت لصوته وباضت بيضه وسلمها للقاضي. فالقاضي كسرها ولقاها بيضه عاديه وما فيهاش اي ذهب، فالقضيه بتتعلق على كده. بعد كده بيتكلم البرت للقاضي وبيقول له ان البطه علمته درس اكبر من الذهب، وانها عرفته مكانه كاتي مراته وجيمي في حياته. بعد كده بياخد البطه وبيديها لجيمي، وطلعوا من المحكمه ومعاهم البطه، والصحفيين كانوا بيصوروهم. وبكده يخلص فيلمنا النهارده.